السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني. وعدنا إليكم من جديد في أنمي كلاب الأدب الضالة، أو كما يقولون عنه بونغو ستري دوغز، الموسم الرابع. وبدون أي تأخير دعونا نبدأ بالحلقة الرابعة. بتبدأ حلقتنا في الوقت الحاضر بأن رامبو بيكلم كانيكيدا وهو في زنزانة بسبب اشتباهه في عملية قتل لطفله، وقال إنه هيطلعه قريب. بعديها يروح يقابل بو المحقق الثاني، واتفقوا هما الاتنين انهم هيدوروا على واحد اسمه متلف الادله وهو حليف لفيودور، بل وكمان معاهم صوره ليه. الغريب انهم بعد ما وصلوا المكان بشويه صغيرين لقوا ظرف احمر، واذ فجاه لقوا الراجل مرمي قدامهم من السقف واصطدم بالارض. وقعدوا يحققوا شويه مع الشرطه ازاي مات او مات ليه. وهنا يا صديقي لبس رامبو النضاره بتاعته علشان يجيب التايهه، وفي نفس الوقت كان في واحد من الموهوبين الاشرار في المكان، وشغل كده قدره غريبه كده في المكان خلت رامبو ما يعرفش يحلل اي حاجه. ورد على المحقق بو بعد ما لبس النضاره انه مش عارف اي حاجه. واتضح ان قدره الموهوب الشرير ده هي مسح كل ادله الجريمه. واتضح برضه ان الراجل ده فيودور حرره من شهرين وكان بيستخدمه لحد ما فيودور سلم نفسه في اخر الجزء اللي فات يا صديقي. وهنا رامبو طريقته اتغيرت في التحقيق وقرر انه يسيبهم ويروح للمكتب. وفجأة يا صديقي وهو بيدور على عربية أو تاكسي يروح بيها للمكتب، يقابل الموهوب الشرير اللي معاه الأدلة كلها، ويبدأوا يتكلموا مع بعض. وطبعا رامبو ما يعرفوش، والموهوب الشرير كان مستني عربيته علشان يمشي من موقع الجريمة. وتيجي عربية الموهوب وقال رامبو ركب معاه وقال له وصلني بقى المكتب يا صديقي. قمة العبث ورب العباد. طبعا الموهوب الشرير ما كانش فاهم أي حاجة، وكان كل همه يا صديقي يبعد عن رامبو والسلام. بدأوا يدردشوا مع بعض، وبكل بساطة بدأ رامبو يتكلم مع الموهوب الشرير ده ويقول له عن اللي كان بيحصل، وإنه كان بيحقق في جريمة، وفجأة أول ما شاف الضحية ما فهمش أي حاجة بعد كده غير، وركز في كده يا صديقي، إن جزمة الضحية اتبدلت مع شخص تاني. وكمل رامبو كلامه في حوار القضية وقال له بص، انا هشرح لك كل حاجه كنوع من الشكر كده لتوصيلي. وهنا بقى صديقي الحلقه تخلص. دوس بقى على المربع اللي ظهر لك ده علشان توصل لك الحلقه الجديده اول ما تنزل. يلا بينا.